السلام عليكم يا رجاله. احضر عبد الفتاح السيسي. بص بقى، ال- الهري والحوارات اللي انت بتعملها ديت كل ده مش واكل معانا. مصر دولة جامدة والجيش بتاعها بالصلاة على النبي، واحنا قد اي حد ومفيش حد هيقدر يقرب لنا والكلام ده كله. كل ده حقيقي، بس ده ما يديكش مبرر ان انت ما تتحاكمش على خيانتك العظمى. اسمع نفسك كده قلت ايه يا عبد الفتاح السيسي، وبعدين هنرجع تاني نكمل مع بعض. الحق ده بتاعهم. انا بقول كل الكلام ده عشان انتوا تبقوا تطمنوا مش على جزيرتين، تطمنوا على الراجل اللي انتوا امنتوه على بلدكم، ولا عرضكم ولا ارضكم. ارضكم امانه هنا. هو لازم تعرفوا الناس، ما هم برضه هم شعب. لا، ده انت هتسمعها تاني يا عبد الفتاح السيسي. انا بقول كل الكلام ده عشان انتوا تبقوا تطمنوا مش على جزيرتين، تطمنوا على الراجل اللي انتوا امنتوه على بلدكم. اه، اسمع بقى. مستشار محكمة عليا، والله العظيم ثلاثة في تعليق عندي. بص بيقول لك يا عبد الفتاح السيسي، وده راجل من هيئة القضاء. بيقول لي اولا احييك تحية اجلال وتقدير لشخصكم الكريم، لان انا حكيت في تيران وصنافير وهفضل احكي عنها عشان تبقى عارف يا عبد الفتاح السيسي. وتيران وصنافير مصرية والبيع بتاعهم باطل، واللي اشترى منك عارف ان هو باطل. اسمع بقى الراجل المستشار المحترم ده قال ايه. جزيرتين تيران وصنافير مصريتين لا يملك ابدا السيسي او غيره التصرف فيهما، كما صدر حكم محكمة الإدارية العليا بأنهما مصريتين، وكل تصرف باطل بطلانا مطلقا، ويعتبر في صحيح القانون المصري والدولي أنه معدوم، قرار معدوم، ولا يترتب أي إثر إلا إثر واحد، وهو الخيانة العظمى والتزوير في المحررات الرسمية، وتعمد الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية للإضرار بالصالح العام والأمن القومي لمصر، وتضييع أموال وأملاك الدولة والشعب. جاي تقول لي مش جزيرتين تطمنوا على الراجل اللي معاك؟ والراجل مين يا عم؟ انت فاكر نفسك راجل؟ انت جاي معاك اجندة، جاي عايز تنفذها. انت معاك اجندة عايز تنفذها، وانت لازم تتحاكم. انت خنت شعب مصر خيانة عظمى. انت جيت توليت المنصب دوت، اشتغلت على تجويع وافقار واضعاف الغلابة اكتر ما هم، ولا ايه؟ اسمع يا عبد الفتاح السيسي عشان تبقى عارف هتتحاكم على ايه، وتستحق الاحكام اللي هتتحكم عليك، ولا احنا ظالمينك. شوف القاضي ده والمحكمة بتقول ايه. أن صيانة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها. سيادة مصر على أن صيانة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها. مقطوعا بها. سيادة مصر على تيران وسنافير مقطوعا بها. محكمة العليا، وانت كبيت ده كله ورا ظهرك وبرضه بعتهم. بعت تيران وسنافير، جزيرتين مصريين. الجزيرتين دول عبد الفتاح السيسي بيمثلوا الأمن القومي المصري، وانت بتهدد الأمن القومي المصري، ناهيك عن تجويع الغلابة وإفقارهم وإضعافهم وبلاويهم ورميهم في الهموم، ناهيك على الناس اللي انت معتقلها انت وأسرتك. انت وأسرتك معتقلين 60,000 ولا 70,000 بني آدم، زي بشار كده. ما هو من أيام أبوه ناس عايشة تحت الأرض طالعة من فقد الذاكرة مش عارفة حاجة. انت وأسرتك حابسين شباب مصر كله، 60,000 70,000 بني آدم مرميين تحت الأرض، الله أعلم هم فين. عبد الفتاح السيسي انت خاين وجاسوس وديكتاتور، وانا رأيي فيك مش هغيره.
تيران وصنافير مصرية، واللي اشتراهم منك عارف ان هم مصريين، والبيع باطل عبد الفتاح السيسي. واحنا وانت والارض موجودة، وهنصفي حساباتنا مع بعض وهتتحاكم ان شاء الله، يا دكتاتور يا مجرم.